فين روح الفانيلا الحمراء وفين الرجولة في الأداء؟ فين أيام ما كان الأهلي بمجرد ما يتعادل في مباراة اللعيبة بتبكي وبيبقى عندها دم وإحساس بجماهير الأهلي العظيمة؟ أنا طول عمري اتعلمت وفهمت إن أي مباراة للأهلي حياة أو موت، لما كان اللعيبة حاسة بقيمة الفانيلا الحمراء اللي لابسينها. لو تيشيرت الأهلي تقيل عليكم امشوا، لو فانيلة الأهلي الحمراء تقيل عليكم امشوا. الأهلي ما بيقفش على حد، والاهلي طول عمره ما انحدر. ليه بقيتوا تخلوا جماهير الاهلي حاسه انكم ولا بتلعبوا ولا بروح ولا بتتاثروا ولا بحماس، وما بتتاثروش باي نقطه او باي مباراه انتوا بتخسروها؟ فوقوا، عشان ده النادي الاهلي. قفشه احنا عملنا لك ايه؟ لو بتفكر تمشي امشي، يا ما قبلك عملوها وندموا يا كابتن قفشه. بص على تريكا، شوف كان بيلعب ازاي، شوف لما كنا بنخسر كان بيبكي ازاي، وما كانش بيبخل ابدا ولا بروحه ولا باخلاصه ولا بجهده في الملعب. كابتن حسين الشحات، بص على بركات، ده ما كانش بيلعب في مركز واحد بس، ده كان بيأدي في جميع المراكز الهجومية من غير اي تعب، كان بيلعب بفن ورجولة، كانت الفرق كلها بتعمل له ألف حساب. محمد يهاني، بص كده على اسلام الشاطر ولا بص على ابراهيم حسن، كانوا اسود في الجبهه اليمنى. يا شيخ بص على اكرم توفيق، ربنا يشفيه يا رب، يعني اكرم توفيق يوم ما يتعب الجبهه كلها تقع. ندخل على رؤوس الحربة بتوعنا، محمد شريف وشادي حسين وحسام حسن. ده احنا غنينا لك يا شادي، ناقصكوا ايه علشان تبقوا زي القناص متعب؟ وناقصكوا ايه علشان تبقوا زي العميد حسام حسن ولا كابتن محمود الخطيب ولا فلافيو ولا خالد بيبو ولا مين ولا مين ولا مين؟ اتعلموا منهم الروح والفدائية والحماس، حاربوا وعرقوا واتعبوا علشان روح الفانيلا الحمراء دي، وعلشان ده النادي الاهلي. موتوا على الكرة يا كباتن. اللغة اللي بيننا وما بينكم هي لغة الاهداف، بس هي فين احنا مش شايفينها. ندخل على السولية، انا هغني لك زي ميسي لما جماهير السعودية غنت له وبعدها خد البطولة. وينه السولية وينه السولية وينه؟ اتعلم حارب، انت بعدت قوي انك تكون قائد. اتعلم من حسام غالي ولا محمد شوقي. افتكر لما كنت بتركز كان خط وسط الاهلي حائط للامان في الدفاع ومركز للهجوم. ارجع بقى يا سولية عشان تعبنا. والله عيب وما ينفعش يكون معلول ابن تونس هو اللي بيموت نفسه عشان الاهلي. معلول اثبت للجماهير انه من طينة الاهلي. عبد القادر فوق واصحى، انت بتلعب في اعظم نادي في القارة، انت بتلعب في اعظم نادي في القارة. احنا واثقين في قدراتك لكن انت مش عارف توظفها صح. في حاجة اسمها اللعب الجماعي يا كباتن. احنا عايزين 11 راجل في الملعب، عايزين 11 محارب يشيلوا اسم الاهلي. والكباتن اللي ما قلتش اسمها راعوا جماهير الاهلي، لان الاهلي وراه شعب بيحميه. افتكر مره سمعت المعلق محمد الكواليني في مباراه خسرناها لما كان بيصحصح اللعيبه وبيقول: قول لهم يا تريكا، قول لهم يا صخره، قول لهم يا عماد يا متعب، قول لهم يا شادي يا محمد، قول لهم يا احمد يا شوبير، قول لهم يا حسام يا غالي، قول لهم عيب الكلام ده. اخر حاجه هقولها لكم على راي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي: كلنا زائلون وسيبقى كيان الاهلي شامخا. ومن اصغر مشجع لاكبر مشجع بقول لكم بلسان جماهير الاهلي كلها: عايزين 11 راجل في الملعب.